السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض تفريز الكوسة. ازاي نحط الكوسة في الفريزر وتفضل صبحة وخضرة وبلونها. هنا هنجيب كوسة هنقشرها ونغسلها طبعا ونقطعها كده شرايح مدورة كده زي ما احنا شايفين، سمك وسط. معانا حلة على النار فيها مية بتغلي. أول ما المية تغلي ننزل عليها بالكوسة، يدوبك هتاخد غلوة واحدة بس. اول ما المية تحط الكوسة فيها والمية تبتدي تغلي عليها من تاني، نطفي النار عليها على طول. هنا المية ابتدت تغلي عليها اهيت، ده تقليبة فيها كده عشان كلها تغلي مع بعض. زي ما احنا شايفين كده بدأت تغلي اهيت، نطفي عليها. نكون محضرين مية ساقعة، مية من الحنفية يعني، وصفينا طبعا المية السخنة ننزل عليها بالمية بالكوسة في المية اللي هي اللي من الحنفية عشان توقف السوا خالص كده. خلاص صفيناها بقى من المية الباردة اللي احنا حطيناها فيها، وهنسيبها تبرد خالص ونعبيها في اكياس. بعد ما تبرد طبعا، ما نعبيش في اكياس وهي سخنة، بعد كده نحطها في الفريزر، ولما يجي نستعملها نطلعها متلجة ونحطها في الصلصة على طول. تفضل محتفظة بطعمها وبكل حاجة. متنساش باللايك وباشتراك في القناة وتفعيل الجرس.